اهلا بيكم. الانسان العاقل عايش في تلت العصاية الوسطاني، طول الوقت محافظ على المسافة بينه وما بين الحلول الوسط. لو في لحظة واحدة بس عينه ونظره ما جابتش نص العصاية بيترعب ويخاف، وقبل ما يفكر يكمل بيرجع. اما الانسان المجنون عايش على اخر طرف للعصاية، اخر طرف للعصاية، فسبحان الله، يا تعلى ويعلى طموحه ويوصل للقمة، يا إما بتميل عليه وعلى أحلامه. الفرق بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب: الإنسان العاقل دايما بيلعب لحد معين فيقوم لا كسبان قوي ولا خسران قوي، محمود الخطيب. أما الإنسان المجنون بيلعب لآخر ورقة في جيبه، ما عندوش أنصاف الحلول ولا عنده على الإطلاق، ما بيرضاش بنص النجاح ودايما فاتورته في جيبه. ومش كده كمان وبس، ده بيدفع تمن الجنان كاش، مرتضى منصور. عموما ندخل في الماتش. كنت بسمع ماتش الزمالك والترجي، والله العظيم حاسس ان انا عايز اعيط، حاجة في منتهى الخيال. انا عندي تحفظ بسيط على جملة الفرق اللي معانا في المجموعة مسابقانا، لان الجملة دي بتوحي ان احنا ماشيين معاهم في نفس الاتجاه يا جدعان، وده ما حصلش على الاطلاق. لازم نبقى فاهمين، لو في زملكاوي واحد في المليون مقتنع اقتناع شخصي ان الزمالك عنده امل في الصعود او في التاهل للدور الثاني من دوري المجموعات، يبقى سوري في اللفظ معاق ذهنيا. الزمالك لعب 3 ماتشات ما عندوش انياب على الاطلاق، وما سجلش ولا هدف ولا هيجيب اجوال. ازاي ياخد ال9 بونت الجايين؟ لازم اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل، ولا حتى 7 بونت. صحيح انت كزملكاوي لازم يكون عندك طموح عشان لما تتخزوق تبقى المتخزوق ابو هدف وطموح. عموما انا مش عارف ازاي بقول الكلام ده، ولا مبسوط اني بقول كلام زي ده، بس انا مستغرب جدا فوق الخيال. السؤال اللي بيطرح نفسه: لماذا يمارس عمر جابر وعمرو السيسي كرة القدم؟ ما عنديش غير إجابة واحدة بس عشان يأثروا عمرنا وينيلونا ب60,000 نيلة، ما يرضيش ربنا قسما بالله. جوزفالدو فيريرا، أنا قررت قبل كده وقلت إن أنا مش هنتقدك تاني، بس ما تطلعش سلسفيل أبونا، ما تطلعش سلسفيل أبو اللي جابونا يا جدعان. إيه ده؟ حاجة في منتهى الخيال. جوزفالدو فيريرا، أنا هبهرك. صحيح أنا الزملكاوي الوحيد اللي ما كانش فارق معايا الصفقات تتأيد من عدمه، لأنها مش صفقات، دي مش صفقات على الإطلاق، ولكن إحنا مزنوقين فيهم يا جدعان، مزنوقين فيهم. سبحان الله، عبد الله السعيد يا جوزفالدو يا فيريرا، هبهرك والله ما تخافش. عبد الله السعيد نزل من الطياره من غير ولا تمرينه وجاب هدف في الاهلي. امام عاشور في رحله الاحتراف حضر تمرينه واحده فقط، تمرينه واحده فقط، وجاب جونين في اول ماتشين. مش لازم يلعبوا 78 تمرينه ونشوفهم في 2024. يا راجل ليه ما بداتش باحمد بالحاج؟ وليه ما نزلتش ناصر منسي في الشوط الثاني؟ سبحان الله، حاجه في منتهى الخيال. لكل رجل مرحلة. جوزفالدو فيريرا، أنت لست رجل هذه المرحلة على الإطلاق. ده تشكيل سبحان الله ياخد حصالة المجموعة مرتاح يا جدعان، ما يرضيش ربنا قسما بالله. سيف فاروق جعفر ماشي كويس في نص الملعب، والوحيد اللي بيأدي في نص الملعب. طب نعمل ايه؟ ما نبدأش بيه. ايوه بالظبط، ما نبدأش بيه ونلعب عمرو السيسي. اللهم صل على النبي. عمر جابر كل الماتشات اللي بدأ فيها أثبت فشل ذريع للغاية. طب نعمل إيه؟ نبدأ بيه. شيكابالا كل ما بيبدأ في أي ماتش بنخسره، وبالذات في الماتش اللي محتاج لياقة بدنية. ما ينفعش تبدأ بشيكابالا، بتخسره يا راجل أساسي. سبحان الله، ما ينفعش يبدأ الماتش. بيلعب 80 دقيقة شيكابالا في ماتش أنت عايز احتكاك. طب نعمل إيه؟ نبدأ بيه أساسي. زيزو لما بيلعب شمال بتقل وبيفقد نص قوته. طب نعمل إيه يا جدعان؟ نلعبه شمال. انت لو عايز تخسر مش هتعمل كده يا جدع. 4-3-3 بنفقد هويتنا وشكلنا كل ما بنلعب بيها. طب نعمل ايه؟ ايوه بالظبط، نلعب بيها. مش مهم الجمهور يتحرق دم اللي جاب ابوه، مش مهم يا جدعان، نبدأ بيها يا راجل. سبحان الله، قسما بالله ما يرضي ربنا. كل حاجة في الزمالك غلط في غلط. انت بس كجمهور زملكاوي اللي مقتنع ومستني نتيجة مختلفة لكل مرة، واحنا زي ما احنا يا جدعان. دمتم في امان الله.